بصي بقى، انا هقول لك لما تتخانقي مع جوزك ويقول لك لمي هدومك وروحي بيت اهلك تعملي ايه. تقومي تلمي هدومك برضو، ما هو انت بنت ناس، كله الا الكرامه. بس وانت ماشيه تاخدي معاكي ريموت التلفزيون وريموت التكييف وشاحن الموبايل وفيشه الراوتر. بس كده؟ لا طبعا. وتلمي هدومك كلها وتحطيها في الغساله وتحطي عليها كلور. كفايه كده؟ لا طبعا. انت بنت ناس الا الكرامه. ازازه زيت تفضيها قدام باب الشقه وقدام باب الحمام، وتطلبي اوردرات كتير من على النت عشان هو يدفعها. بس كده؟ لا طبعا. تنزلي اعلان على النت عن بيع شقتك لظروف خاصه بسعر خيالي 50,000 جنيه وتحطي رقم تليفونه. كفايه كده؟ لا طبعا. 3 اكياس كده تمليهم دقيق وتحطيهم في دلابه وتبلغي عنه، هياخد له 3 4 5 ايام على ذمه التحقيق لحد ما يكتشفوا ان هو دقيق. وكفايه لحد كده عشان لو حبيتي ترجعي له، ما هو برضه عشره. يلا السلام عليكم. إن لم تستطع إسعاد نفسك فعكر مزاج الآخرين. والله لأجعلنك قصة تروى بين العرب جميعا. الله يحرق الجواز واللي بيتجوزوه يقعدوا يجيبوا لنا في مسلسلات رومانسيه يخلوا البيت فاضلها حبه وتتبرى من اهلها عشان تتجوز ونتجوزهم. الله يلعن نور ومهند ويلعن ايامهم السود. لا انا انضحك علي، انا محدش قال لي اني هاجي اغسل مواعين 24 ساعه. لا انا اروح بالاسم بقى، انا هطلع على الاسم ابلغ عنه بقى. بس عمرك ما ضحكتي؟ زمان قالوا لي وانا صغيره اما اتولدت كنت بضحك، بس دي معلومه مش مؤكده. انما دلوقتي اضحك ليه؟ ومين اللي يضحكني؟ ويضحكني ليه؟ ويضحكني ازاي؟ ويضحكني على ايه؟ ما كل دي تساؤلات برضك. أتدري للفرحة كم صوت؟ هي الفرحة لها صوت طبعا. كهكهة للضحكات، جلجلة الأمنيات، زقزقة للعصفور، طبطبة حتى تدق طبول، فرفشة عالناس بتبان، لعلع أنوار وألوان، دندشة لبس وحركات فرقة. أخبارك إيه حبيبي؟ طمني عليك حبيبي، وحشني عليك حبيبي، أخبارك إيه؟ الله يوفقك. انت مالك كده مش على بعضك كده؟ في ايه مالك في نهارك الازرق ده؟ ايه حكايتك كده؟ ما تتكلم وتتعدل كده، مالك انت صغير ولا ايه؟